السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن نظرية القانون وخلصناها كلها. النهاردة هنتكلم عن نظرية الحق. أنا قلت لكم إن المادة عندكم قانون أعمال مدني بتدرسوا فيهم نظرية قانون ونظرية حق، وعندكم قانون أعمال تجاري، أعمال تجارية وشركات تجارية. احنا شرحنا في كل ده نظرية القانون، بس النهاردة هنشرح نظرية الحق. هنتكلم عن أول حق وهي الحقوق السياسية. الحقوق السياسية زي حق الانتخاب وحق الترشح. الحقوق السياسية دي بتثبت للشخص الوطني دون الأجنبي. يعني الوطني بيتمتع بالحقوق السياسية، الأجنبي ما ينفعش إن هو يتمتع بالحقوق السياسية. هو ممكن يكون ليه حق التملك، يقدر يمتلك عندنا مثلا وحدات، شقة، محل، لكن إن هو يبقى ليه حق إنه يباشر الحقوق السياسية دي لا. الأجنبي ما ينفعش إن هو يباشر الحقوق السياسية. طيب عندنا حق اسمه حق الملكية. حق الملكية ده بنقول عليه حق عيني أصلي. حق الملكية بيديني 3 حقوق: حق استعمال، وحق استغلال، وحق اسمه حق تصرف. يبقى أنا عندي حق الملكية ده يعتبر حق عيني أصلي، بيديني 3 حقوق: حق استعمال وحق استغلال وحق تصرف. يعني أنا حق الملكية بمتلك شقة، فليا إن أنا أستعملها أسكن فيها، ليا إن أنا أستغلها أأجرها، ليا إن أنا أتصرف فيها أبيعها. طيب حضرتك لازم تعرف إن في عندنا حق اسمه حق الحكر. عندنا أراضي بتكون اسمها أراضي موقوفة. الأراضي الموقوفة دي بتكون ملك للدولة. يجوز إن أنا أأجرها لفترة زمنية معينة أنتفع بيها، وبعد كده هترجع تاني للدولة. حق الحكر ده بنقول عليه حق عيني أصلي. بنقول على حق الحكر حق عيني أصلي. حق الارتفاع. حق الارتفاع. حق الارتفاق بيفترض إن في أرض مطلة على الطريق العام، وفي أرض محبوسة. حق أنا كصاحب الأرض المحبوسة إن الراجل اللي عنده أرض مطلة للطريق العام يفتح لي طريق، ده اسمه حق الارتفاع. حق الارتفاق ده حق عيني أصلي. حق الارتفاق ده حق عيني أصلي. طب حضرتك لازم تعرف إن في حقوق عينية تابعية، يعني تابعة للحق الأصلي، زي الرهن الرسمي والرهن الحيازي. الرهن الرسمي والرهن الحيازي. الرهن الرسمي ده حق عيني تبعي، تابع للحق الأصلي اللي هو حق الملكية. أنا دلوقتي ليا مبلغ عند شخص، تمام؟ فعشان أضمن حقي قلت له ارهن لي البيت بتاعك. الراجل ده عشان بيمتلك البيت ده فبقى ليه حق عيني تبعي،
ان هو يقدر يرهن لي البيت بتاعه. يعني وقت ما يجي ميعاد استحقاق الدين والراجل ما يدينيش الفلوس، اقدر ان انا ابيع بيته واخد فلوسي. ده اسمه حق عيني تبعي او اسمه رهن رسمي. الرهن الرسمي ده حق عيني تبعي بيرد على العقارات. اما الرهن الحيازي بيرد على المنقولات والعقارات. طب حضرتك لازم تعرف ان تبدأ الشخصية القانونية منذ ميلاد الإنسان حي، فبيكون له حقوق وعليه التزامات. يعني الشخصية القانونية بتبدأ للإنسان أول لما يتولد بيبقى له حقوق وعليه التزامات، استثناء الجنين اللي في بطن أمه. بتكون ليه شخصية قانونية. طب امتى بتنتهي الشخصية القانونية؟ تنتهي الشخصية القانونية عند وفاة الإنسان. طب والوفاة عندنا عبارة عن في موت حقيقي وفي موت حكمي. الموت الحقيقي اللي هو توقف المخ والقلب عن العمل، الموت الحكمي اللي المحكمة بتحكم فيه بموت الإنسان. امتى المحكمة تحكم بموت الإنسان؟ هنتكلم عن المفقود. لو شخص فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك، هيتحكم بموته بعد مرور 4 سنوات. لو شخص كان على متن طائرة سقطت أو سفينة غرقت، هنحكم بموته بعد 30 يوم. لو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد في حرب، هنحكم بموته بعد سنة. هنحكم بموته بعد سنة. طيب لو بعد ما الراجل ده اتحكم عليه بموته ورجع تاني قال لك والله لو كان في ميراث وتوزع على الورثة خلاص، طب لو اتبقى فلوس من الميراث ترجع للراجل تاني. طب بالنسبة لزوجته، لو زوجته اتجوزت فخلاص يعتبر زواجها صحيح، لكن لو لسه ما اتزوجتش ممكن ترجع للراجل الأولاني اللي هو فقد. طيب عندنا الأهلية، في أهلية وجوب وفي أهلية أداء. في أهلية وجوب وفي أهلية أداء. أهلية الوجوب بتثبت للشخص منذ ميلاده، بيبقى له حقوق وعليه التزامات. أما أهلية الأداء بتتكلم عن التصرفات القانونية. أهلية الأداء بتتكلم عن التصرفات القانونية. حضرتك من أول ما يتولد لسن 7 سنوات ده بنقول عليه عديم الأهلية. تمام كده؟ أي تصرف قانوني هيعمله هيكون باطل بطلانا مطلق.
2 من سن السابعة إلى قبل 21 بنقول عليه القاصر أو الصبي غير المميز، سوري، أو الصبي المميز أو الصبي المميز. هنا من أول ما يتولد ل7 سنوات عديم الأهلية أو الصبي غير المميز. من 7 لقبل 21 هنقول عليه القاصر أو الصبي المميز. ده أعماله بتكون يا إما نافعة نفعا محضا، يا إما بتكون ضررا محضا، يا إما بتكون دائرة بين النفع والضرر. والله لو الشخص ده أعماله نافعة نفعا محضا فهتخش في ذمته، يعني كان عنده ميراث فهيقبل الميراث، فدي حاجة مش هتضره. طب لو أعماله ضارة، خد ثروته وبدأ إن هو ينفقها بدون أي سبب، فهنا حضرتك الأعمال اللي هيقوم بيها قابلة للإبطال، هنوقفها له ونعين عليه ولي أو وصي هو اللي يدير أمواله لحد ما يتم 21 سنة وهو سن الرشد. هنا حضرتك بتتحاسب على كل حاجة أنت بتعملها في أي تصرف قانوني هتعمله. طب حضرتك عندنا عوارض الأهلية. الجنون والعته والسفيه وذو الغفلة. يبقى المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة كل دي تعتبر عوارض أهلية. الناس ديت لا يجوز ليهم إن هم يعملوا أي تصرف قانوني لأنه هيكون باطل بطلانا مطلق. ده مين؟ ده المجنون والمعتوه. طب السفيه وذو الغفلة هنعملهم معاملة القاصر، هنعملهم معاملة القاصر، تمام كده؟ طيب أنا دلوقتي بتكلم على عوارض الأهلية، إن المجنون والمعتوه أي تصرف هيعملوه هيكون باطل. ده لو بعد قرار الحجر، ده لو بعد قرار الحجر، لكن لو قبل قرار الحجر أي تصرف هيعملوه هيكون صحيح وهناخد بيه. وهنا نقف في المحاضرة دي في شرح مادة نظرية الحق. المحاضرة الجاية هنبدأ إن إحنا نشرح أعمال تجارية ونخش في القسم الثاني من القانون وهو قانون التجاري أو القانون التجاري. تمام كده؟ يبقى حضرتك دلوقتي إحنا شرحنا قانون أعمال مدني، نظرية قانون ونظرية حق. المحاضرة الجاية بإذن الله هنبدأ نشرح قانون تجاري.